السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة إن شاء الله هعمل وصفة سهلة وسريعة وبسيطة وكلنا بنحبها، ومش شرط نعملها على سفرة رمضان بس. هعمل إن شاء الله السمبوسة بحشوات حلوة قوي، وبحب أعملها في أي وقت وأفرزها في الفريزر وقت ما أكون محتاجة أطلع وأقلي على طول. مقرمشة من بره وطرية من جوه، والحشوة في قلبها في منتهى الجمال. بس قبل ما أبدأ ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو لأول مرة بتشوفوا قناتي، وأتمنى إن الفيديو يعجبكم، وتعالوا نبتدي على طول. أول حاجة هنجهز مع بعض الحشوات، وأول حشوة معايا حشوة اللحمة المفرومة. هحتاج ربع كيلو لحمة مفرومة، بصلة مفرومة ناعم، فصين توم مفرومين، 3 معالق كبار بقدونس مفروم، نص معلقة صغيرة من القرفة، الكمون، الكزبرة الناشفة، فلفل أسمر، ومعلقة صغيرة ملح. في طاسة على النار هنزل باللحمة المفرومة، وانا مش بضيف اي مواد دهنية، وبكتفي بالدهون اللي موجودة في اللحمة. هقلب فيها كده لحد لما لونها يتغير، وبعدين هضيف البصل والثوم وكل البهارات وهقلبهم مع بعض. وهسيب اللحمة لحد لما تستوي والسوائل اللي فيها تنشف. وفي الآخر هضيف 3 معالق كبار من البقدونس المفروم، وكده تكون حشوة اللحمة المفرومة جاهزة معايا. الحشوة التانية وهي حشوة شاورمة الفراخ. معايا هنا صدرين فرخة مقطعين مكعبات صغيرة، هضيف عليهم ربع كوباية زبادي، ربع كوباية زيت، فصين توم مفرومين، عصير نص ليمونة، معلقة كبيرة خل، معلقة كبيرة كاتشب، معلقة كبيرة دبس رمان، ونص معلقة صغيرة من التوم البودر، بصل بودر، بابريكا، كزبرة ناشفة، جنزبيل، 7 بهارات وملح. وهتبل الفراخ كويس بالتتبيلة الحلوة ديت، وهسيبها على جنب لمدة ساعة. في طاسة سخنة على النار هنزل بالفراخ المتبلة، وهقلب فيها كده لحد لما تتحمر وتستوي. وما تسيبوش الشاورما كتير على النار علشان ما تنشفش. هسيبها لحد لما تبرد تماما، وبعدين هضيف عليها جبنة موتزاريلا. حشوة الفراخ دي روعة، طعمها فوق الخيال. نيجي للحشوة التالتة وهي حشوة الجبنة. معايا هنا جبنة بيضة، هضيف عليها معلقة صغيرة بقدونس مجفف، معلقة صغيرة زعتر، وجبنة موتزاريلا، وهقلبهم مع بعض. وكده الحشوات تكون معايا جاهزة. السمبوسة المتوفرة عندي بتكون بالشكل ده. بجيبها وبقطعها شرايح طويلة زي شرايح السمبوسة. الأول هاخد كام طبقة واحطهم على جنب، هقول لكم هنعمل بيها ايه بعدين. هعمل خليط اللزق عبارة عن معلقتين كبار من الدقيق، هزود عليهم مية مع التقليب لحد لما الخليط يتقل ويبقى بالشكل ده. بعد كده هحشي السمبوسة. بجيب ورقة من أوراق السمبوسة، وبغطي باقي الأوراق بفوطة علشان ما تنشفش مني، وبطبقها كده على شكل مثلث، وبرجع أطبقها الناحية التانية، وبحشيها بالحشوة.
وبقفل المثلث بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، والجزء الأخير بقفله بخليط اللزق وبدخله كده لجوه أو بلزقه من بره عادي. هكرر بنفس الطريقة لحد لما احشي الكمية كلها. دلوقتي هحشي السمبوسة على شكل صوابع. بجيب الورقة وبقسمها 2، وباخد الجزء الأولاني وبتنيه وبتني الطرف بتاعه على شكل مثلث لجوه، وبحط الحشوة وبقفله على شكل صباع بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هقلي معاكم شوية علشان تشوفوا شكلها ايه. بقليها في زيت ساخن على نار متوسطة لحد لما تاخد اللون الذهبي الحلو. لو عايزين تفرزوها بتحطوها كده على صينية او طبق، بس مش فوق بعض، وتدخلوها الفريزر لحد لما تجمد شوية، وبعدين بتحطوا كل مجموعة مع بعض في كيس من اكياس التلاجة على حسب الكمية اللي انت هتستعمليها في كل مرة. ولما تكوني محتاجة بتطلعي على طول من الفريزر وتقليها في زيت ساخن على نار متوسطة. شايفين شكلها حلو ازاي؟ روعة ما شاء الله، مقرمشة من بره وطرية من جوه في منتهى الجمال، وطعم الحشوات فيها حلو قوي. اتمنى انكم تجربوها، هتعجبكم باذن الله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة علشان القناة تكبر بيكم، واسيبكم في حفظ الله، والسلام عليكم.